ابراهيم، بدايات ناس كتير على فكره بيلعبوا في نادي الزمالك. لكن انا بس قبل ما اتكلم في الكوره، انا تابعت برنامجك من الاول. اولا انا شفت التقرير اللي انت عامله عن البلطجه بتاعه الحكومه في تكسير الكافيهات والمقاهي اللي موجوده دلوقتي. بص يا استاذ وائل، في حاله غير طبيعيه موجوده في البلد. انت راجل النهارده بتقول في بطاله، تمام؟ واشتراكات الانديه النهارده، النادي الاشتراك فيه ب 180 والجزيره ب 400 ومش عارف سموحه ب 800، يعني ارقام فلكيه. طب الشاب ده اللي عايز يتفرج على ماتش كوره كان بيتفرج على كافيه او في مقهى، تمام؟ هو ليه حضرتك لما تروح تكسر القهوه ولا الكافيه، انا اكسره في حالتين، يعني لما يكون في بلطجه او في اداب دعاره، يعني تمام؟ انما فيما عدا ذلك الراجل ده مخالف، ادفع، يعمل تقنين اوضاع يعني ويدفع. انما المشهد اللي انا شفته بصراحه اللي انت جبته يا وائل شيء يعني شيء مفزع. مش دي مصر يا جماعه. طب والله انا وصفته انه مغولي، يعني يشبه ما كان يفعله المغولي، يعني تكسير. انا عايز اعرف اول حاجه، الشباب ده اللي هو ما يقدرش يخش نادي عشان يتفرج على المباراه او يقضي وقت فراغ فيه، تمام؟ طيب يروح فين؟ بيروح المقهى، بيروح كافيه، بيشرب له حاجه ساقعه، بيشرب له كوبايه شاي، بيتسلى هو وزملائه، تمام؟ لكن انت راجل عمال تكسر. طيب الناس بقى اللي شغالين في المقاهي دي او الكافيهات دي دي بطاله؟ مش انت بتحارب البطاله؟ انا كنت اتصور ان دوله تعمل الاتي بقى، لو في دوله يعني تعمل شهر، مش الانضباط اللي بيقولوا عليه يوم وينتهي. يعني انا مع احترامي طبعا لمحمود بيومي وبلدياتنا، انت عارف ده بلدياتنا وكلنا حزننا عليه، بس يعني مش عشان واقعه معينه نموت يجي 500 مليون بيومي في البلد. ما هو الجوع كافر. ما انت في الاخر لما انا راجل بشتغل في محل وانت تكسره بالطريقه دي، طب انا اكل لاولادي منين؟ ما انا هضطر امد ايدي واسرق. طبعا بتقفل بيوت، في ناس ممكن تسرق وممكن ظاهره غير صحيه، الشيش في الكافيهات والمقاهي، التلوث البيئي بهذه الشيش. وفي احصائيات بتقول لك ان الشيشه الواحده، حجر الشيشه، الحمد لله ربنا عافانا من الشيشه والسجاير والكلام القرف ده، ان الحجر الواحد من الشيشه بحوالي 50 سيجاره. انا اتصور انك تعمل ايه بقى؟ تقول لا الكافيه اللي هيدمر صحه ولادنا او بناتنا، انت بتخش تلاقي بنات 18 سنه والبتاع في بقها ودخان وقله ادب، قله ادب بدخان، يعني تلوث بيئي. انا اتصور انك اقفل بقى اللي حاطط الشيشه البتاع. لكن بني ادم راح يتفرج على ماتش، ده راح يقعد مع زميله مثلا متضايق من مراته ومتضايق مش عارف مين، وقاعد في المكان دون عشان يقضي وقت، يروح فين؟ فانا شايف اللي بيحصل ده بصراحه نوع من العبث والبلطجه، ده عبث وبلطجه. وما ينفعش يا جماعه كل ما تحصل مشكله يخش الفيل يكسر محل التحف. واحنا جربنا ده في كلام كتير، حاجات كتير. تحصل مشكله، عندي محل تحف، اقول للفيل خش يا فيل كسر لي، يروح مدغدغ المحل كله. مفيش الكلام ده يا جماعه. الولاد دول ياكلوا منين؟ يعيشوا ازاي؟ انت راجل النهارده عندك صاحب كافيه، اولا انت مانع التراخيص بقالك فتره، تعالى قول لصاحب كافيه تعالى ادفع لي 300000 400000، هتلم لك بتاع 200 300 مليون، وهيدفعوا وهتدخل لخزينه الدوله اموالا صغيره للشباب. يعني المبالغ هتلمها من الكافيهات دي والمقاهي، واخد بالك؟ اعملها للشباب. اقول بقى ده بقى صندوق اهو زي تحيا مصر، تمام؟ المشروع هيكلفك يا ابني انا 10000 جنيه اتفضل كارد. لكن بالطريقه دي مفيش مشاكل بتحل بالطريقه دي. انما مكان لا فيه فساد ولا فيه دعاره ولا فيه بلطجه، حضرتك راح تكسره ليه؟ وبعدين الراجل اللي شقى عمره ده، واحد كان في الكويت ولا السعوديه ولا الامارات وجيب انا عمل ديكورات مثلا كلفها نص مليون ولا 700000 اي كان مبلغ، بتدمر له شقى عمره ليه؟ وعايزه يحب بلده، هيحبها ازاي؟ هو هيحبها ازاي؟ هو هينتمي ليها ازاي؟ فانا بصراحه يعني شايف ان دي بلطجه ويجب ان تتوقف فورا. لانه انا شفت التقرير بتاعك، الناس يعني سواء الناس كلهم معظمهم بسطاء، وقال لك طب هناكل منين؟ طب ده احنا بناكل يعني بنصرف على اولادنا يوم بيوم من اللي احنا بنكتبه من المحلات ديت. انما اعمل يا اخي يوم ما تقضي يا اخي، ما تقضي على الادمان يا اخي اللي موجود. ما الادمان بقى في الشوارع دلوقتي، في حشيش بيتباع في الشوارع. يعني ما تعمل حملات على الادمان بدلا من هدم الكافيهات بالشكل ده. لما تهدم الكافيهات، انت شايف مكان فيه يعني حاجات مخله بالاداب، اقفله، احبسه، اللي انت عايز تعمله. شايف ان في بلطجه، يا عم احبسه، في قانون. انما عشان واقع حصلت في محل تروح دخل تكسر محلات مصر على مستوى الجمهوريه،
وبعدين انا شاب دلوقتي معيش ابيع فلوس اروح نادي الزمالك او اروح ابقى عضو في الاهلي او ابقى عضو في الجزيره، واخد بالك؟ او يا راجل ده عضويه الجزيره دلوقتي بنص مليون جنيه. فانا بقول يا جماعه ده حرام. هي متنفس لناس كتيره، وكان هنا تقنن الاوضاع وتعمل ضمانات خد منهم فلوس. يعني عندي عماره مثلا، خلاص العماره دي اساساتها سليمه بس لنا دورين زياده والاساسات تتحمل الدورين، اروح اكسر العماره كلها ولا اقول له اديني 2 3 مليون جنيه وخلي العماره زي ما راجل ساكن راح اشترى شقه في العماره، واخد بالك؟ يبقى راجل محترم وارمي له عفش من البلكونه. ايه البلطجه دي؟ ايه البلطجه دي؟ دي اسمها بلطجه يا جماعه، دي اسمها بلطجه. ده مش انضباط. في فرق بين الانضباط اللي هو سيد وزير الداخليه عامله في ميدان رمسيس في العتبه، ده كله اسمه انضباط. تمام؟ تعالى، فانا لسه كنت بكلم السيد اللي هو هشام العراقي مساعد وزير الداخليه الامن الجيزه من 4 ايام، العيال بتوع الميكروباصات عاملين في جامعه الدول العربيه 4 صفوف مواقف. انا طبعا كلمته فورا، الراجل بعت يعني عامل موقف 4 في جامعه الدول العربيه. هي دي البلطجه، هي دي البلطجه. انما راجل فاتح كافيه وانا عندي لا حاجات مخله بالاداب ولا عندي بلطجه ولا عندي، لكن انا عندي شيشه. امنع الشيشه يا اخي، امنع الكلام ده اللي بتدمر ولادنا. هو ده اللي المفروض تعمله. والله كويس. كنا نحتاج لصوتك في هذه المعركه، لانها للاسف الشديد يعني ادت الى اغلاق بيوت واستخدام بالدوزرات في تحطيم فلوس بتشوفها كده يعني حتى ازاز. يعني انا بقول لهم ايه، طب شيلوا الازاز ده وبيعوه وندوا له واحد عايز يغسل كلى ولا واحد عيان ولا حاجه، لا بيكسر ويحطم. عندك الراجل قاعد يكسر ما عرفش في ازاز ما عرفش يكسره، فقال له لا كمل. والاحياء يا ريت الاحياء بدل ما عماله تتنطط على مخيلها ربنا تقفل الادراج شويه. انا بقول لك اهو اقفل الدرج، اقفل يا حبيبي الدرج شويه. اهو ده المشهد اللي احنا شايفينه، تكسير الزجاج والواجهات الزجاجيه وكل دي فلوس. والدوزر يخش يكسر ليه؟ الله، هي دي مستعمرات اسرائيليه؟ طيب على فكره بقول الكلام ده وانا مش محامي حد من اصحاب الكافيهات عشان عايز يقول لك ده محامي حد. لا، انا مواطن مصري وعضو في البرلمان المصري وبعشق البلد دي، وانا ضد الفوضى وضد البلطجه ومستعمل اللي بيحصل، لكن ما يبقاش كده. لا حرام. يعني اي واحد، الناس اللي عملت المحلات دي ده شاء عمره، ده شاء عمره في الكويت في السعوديه في الامارات سنين طويله بيقعد 20 سنه عشان يجي يحوش قرشين ويفتح كافتيريا. انت حاسبه لو في اداب، انت حاسبه لو في مخدرات، انت حاسبه لو في بلطجه. لكن فيما عدا ذلك عشان حادثه وقعت في محل معين تكسر جميع المحلات عشان توري انك الدكر. لا انت مش دكر، لا انت مش دكر اصلا. ليه بقى مش دكر؟ لان زي ما قلت لك انا عندي مشكله كبيره دلوقتي، البنات زي الولاد، الدخان بتاع الشيشه ده اللي منتشر في كل البلد. انا عندي البانجو، عندي المخدرات، الادمان، هو ده يا بيه اللي احنا نعالجه. انما شوف بكل غل وكأن مثلا ده دي معسكره مستعمره اسرائيليه يا وائل. فانا طبعا يعني حزين جدا جدا، وانا تابعت التقرير في الاول، وانا بشكرك جدا طبعا انك انت استضفت ولادنا في والله شباب زي الورد. انا بقول للناس يعني، او احنا دايما الناس يقول لك الشباب، ما هو ده نموذج اقول للشباب، وشباب مكافح يعني الذين جاءوا من الاقاليم وتعبوا عشان يوصلوا الى هذه المكانه. ده نموذج مبهر للشباب ايضا. يعني هو يا بص يا استاذ وائل، يعني انت يعني على فكره معظم اصحاب الكافيهات دي شباب. يعني هو ليه انت مستضيف احمد مرتضى؟ مستضيف احمد مرتضى وقبليه طبعا كان في رحاب وقبليه في احمد جلال، كلهم شباب. هاني زاده، كلهم بيسافروا رؤساء بعثات ويشرفونا. يعني هو احمد ان هو دوره كان رئيس بعثه المره دي في ابو ظبي. تمام؟ احنا منين عايزين نقول رئيس بيقول لك ادي دفعه للشباب. انت مش بتشوف في كل مؤتمرات الرئيس دلوقتي لا جنبه شباب؟ شباب صغير، بنت عندها 22 سنه، ولد عنده 23 سنه 24 سنه. فمنين بقى سياده الرئيس بيشجع الشباب؟ يقول لك انا شفت معظم اصحاب المحلات دي واللي شغال فيها شباب، واخد بالك؟ فانا بقول يا سياده رئيس الوزراء القديم الجديد اللي بكره ان شاء الله جاي مجلس النواب، من فضلك اوقف هذه البلطجه. من فضلك في حاجات تانية اهم. من فضل حضرتك انا عندي مشاكل اطفال الشوارع. انا عايز انام واصحى يا رئيس سيسي ما اشوفش عيل نايم تحت كوبري. ما اشوفش بنت عندها 6 سنين بتبيع مناديل في شارع من الشوارع.
ده النجاح المفروض. انا مش طبعا العشوائيات سياده الرئيس انت بتبتدي تحل وعملت مساكن جديده استثمارات وغيرها وغيرها، لكن عايزين نحل مشكله المستشفيات. انت كنت بتتكلم عن وزير الصحه، انا لما اخش مستشفى الاقي السرير النظيف في مستشفى حكومي، الاقي الحقنه موجوده، الاقي الدواء موجود، الاقي ممرضه بتعامل لي بادب واحترام، واخد بالك، بلاقي دكتور موجود. لكن هي دي المشاكل اللي احنا عايزين نحلها. عايز اقول لما نخش فصل دراسي، لما يكون الفصل مدرسه اجنبيه 18 واحد وفصل المدرسه الحكوميه 120 و130، هو دي المشاكل اللي عايزين نحلها. انما احنا دلوقتي واخدين فاس وبلدوزر وداخلين على البلد كلها تكسير. ليه؟ انت بتبني ولا بتكسر؟ تعالى يا عم انت صاحب المحل، انت ما عندكش رخصه؟ ما عنديش رخصه. طيب اديني 500,000 جنيه، حاضر، وقانون له وضعه، واخد بالك. لكن انا راجل بقول لك يعني انا النهارده مش عضو في الزمالك او في اي نادي وعايز اتفرج على فريقي بيلعب كوره، بروح اتفرج فين؟ في كافيه، بصرف لي 20 30 جنيه واتفرج. بدل ما اروح انا نادي ادفع لي اقل نادي دلوقتي عضويته ب 80 و190 الف يا وائل. لا طبعا اتمنى السيد رئيس الوزراء يكون سمعنا دلوقتي. انا عايز نتكلم بقى عن نادي الزمالك، بس يعني تخليك معايا بعد الفاصل. هطلع فاصل بس قصير، ويهمنا نشوف اهميه هذه البطوله وبعض الانباء المتداوله عن نادي الزمالك.